السلام عليكم. فضيحة ديال الجزائر كتشاهم المغرب بأنه حبس عليها الماء. شوفوا التفاصيل ديال هذا الشيء. الجزائر مصدومة وصلت لدرجة الجنون من المغرب. يلا نشوفوا التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو كنقول لكم اللي كيشوف فيها يدير متابعة للقناة ويفعل الجرس ويدير لايك في الفيديو باش يوصلك كل جديد. وشكرا جزيلا لك، محتاجين الدعم ديالكم اخوتي المغاربة، وشكرا لكم. يلا نشوفوا التفاصيل يا اخواني واخواتي. ذكرت وسائل إعلام غربية ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجزائر اتهمت المغرب بتقليص حصتها من مياه وادي كير الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية. وأفادت صحيفة غربية بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال وادي كير، الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين. وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل توترات سياسية جزائرية مغربية خاصة، وأن الجزائر أثارت ملف وادي كير مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري طه دريال عن ما أسماه بتجفيف متعمد ومنتظم للمياه من بعض المناطق على الحدود الغربية. وأشار إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر ماي 2024، حيث وصف طه دريال الممارسات المغربية بأنها تدمير للمياه عبر الحدود. ما حشمتيش يا الوزير الجزائري، المغرب كيدمر في المياه عبر الحدود. وتخيلوا يا اخواني واخواتي، نتوما كتشوفوا فيا الان، تخيلوا دابا الجزائر كون كان الماء كيجي من الجزائر للمغرب، واش غيخليو كون داروا السدود حبسوا علينا، راه الجو حبسوا علينا، باقي غير الماء غيرحمونا فيه يا اخواني واخواتي. ولكن الحمد لله على نعمة المغرب، راه مسروطينش ليهم والله، زانطينهم سياسيا دبلوماسيا كل شيء يا اخواني واخواتي. دابا راه بغاو يتسطاو، والله الا بغاو يتسطاو يا اخوان، بغاو يتسطاو. دابا راه مشاو يشكيو، ماشي لمنتدى المياه العالمي باش يشكي، كيقول لهم بان المغرب ما ناقص لينا من الماء. ياك نعطيو حنا الماء، الماء كله بقى حتى على خاطر وحنا نموتوا. هادشي اللي بقى يا الجزائر. اخواني كنقول لك مشتوا هذا الخبر، هاد الأخبار، هادي راه أخبار حصرية، راه مشاو كيشكيو عند الإعلام الغربي. يعني ماشي عند الإعلام الغربي كتشكي عليه، يعني أنت خايف من المغرب، المغرب واحد ليكم. إخواني كنقول لكم ديروا متابعة وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو باش يوصل عند جميع خوتنا المغاربة. وشكرا جزيلا لكم، معولين عليكم يا إخواني وأخواتي، ما تحشموناش. وشكرا لكم.